السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيف خالد. حلقة طال انتظارها. احنا جايبين حلقة النهاردة القرنبيط، تمام، الكريسبي اللي هيبدأ. بص معانا الصوت حاجة من الآخر، وأبيض من جوه، حاجة روعة. تمام، القرنبيط عايزين تعرفوا السر بتاعه، تمام، والكريسبي اللي انتوا سامعينه ده، تمام، حاجة زي كده ايه، فراخ البروستد، زي اي حاجة كريسبي بتشتريها من بره. عايزين تعرفوا السر بتاعنا؟ تابعونا لاخر الفيديو وما تتأخروش علينا باللايك والشير، ويلا نبدأ على طول. معنا مية، نحط عليها معلقة ملح، تمام، وهنحط معانا معلقة كمون، لأن القرنبيط بيحب الكمون بس مش كتير. وهحط كمان معلقتين لبن، نغير بس لون المية، مش كتير. هنحطها على النار تغلي. معانا هنا زهرة قرنبيط، تمام، هنحاول نقصها زي ما احنا عايزين وحدات. دي لو انا شايفها كبيرة مثلا ممكن اقصها 2. دي واحدة تاني، بس الحبات بتاعتها كبيرة، انا ممكن اقصها 2 كده، زي ما تحبي هتقصيها ازاي. زي ما احنا شايفين كده. نخلص بقية زهرة زهرة. دي شايفها كويسة. دي فيها سواد. اي حاجة فيها كده تراب ولا حاجة من الغيط، من اي حاجة، يبقى احنا ايه نحاول ننضفها زي ما احنا شايفين كده. انا سبت المية تغلي على النار، وبعدين هرمي فيها كرنبيط. طبعا عايزين الكرنبيط يطلع كويس معانا، من ساعة ما يبدأ يغلي هنعد حوالي 4 دقايق بالظبط، ونطلعه ويطلع يتبرد عليه على طول في مية باردة عشان ما يكملش سوا، عشان لانه لسه هيتقلي تاني بالزيت. معانا كوباية دقيق، هنزل عليها معلقتين نشا، ده سبب القرمشة اللي هيبقى في القرنبيط. معانا الملح، كزبرة، كمون، معانا معلقة بابريكا، فلفل اسمر، معانا بيضة، معايا مية، ممكن تحط لبن زي ما تحبي. نضربهم ببعض. هنحتاج عجينة زي عجينة الكريب كده، لا هي تقيلة ولا هي خفيفة.
هضيف معلقة توم هتوديكي في حتة تانية خالص الطعم بتاعها. تمام. وعندي شوية خضرة كنت مقطعهم خليهم في الفريزر، زي ما تحبي بقى بقدونس مع كزبرة شبت معاهم، زي ما تحبي هتحطي ايه. هنضيف نص معلقة بيكنج باودر، نقلب كويس كده. الخليط بتاعنا جاهز كده بعد ال4 دقايق زي ما احنا شايفين. مش عايزين نسيبه اكتر من كده. نطلعه. هنبدأ نطلع الكمية بتاعتنا. زي ما احنا شايفين اللبن خلاها عاملة ازاي. معانا هنا كوباية دقيق، هحط عليها معلقتين نشا، هحط معايا فلفل، كمون، وهحط نص معلقة بيكنج باودر. تمام. هنحط معانا نص معلقة ملح. تمام. هنقلب بقى الخلطة دي كلها. ده هيبقى الكفر بتاعنا بعد ما نطلع في العجينة اللي هتدينا الكريسبي بتاع القرنبيط. كده قلبناها. كده احنا جاهزين. كده المكونات الأساسية بتاعتنا بدأت. هناخد زهرة من القرنبيط هننزل بيها في العجين. تمام. هنخلي بالإيد دي وهطلع بيها انزل بيها فين في الدقيق بالإيد التانية كده. دي اللي هتديك الطبقة الكريسبي من بره. زي ما احنا شايفين كده. تمام. نعمل واحدة تاني. ننزل بالإيد دي والإيد التانية هحطها في الدقيق. كمان واحدة. كده الزيت بتاعنا سخن. القرنبيط بتاعنا جاهز. بسم الله. بسم الله. مش هنكتر على الزيت عشان ما يبردش مننا. نشوف كده الناحية التانية. ابتدى ياخد لون اهو زي ما احنا شايفين. لسه. كده وصلنا للون اللي احنا عاوزينه. تمام. طلعه. نخلص بقى الكمية بتاعتنا ونرجع تاني عندنا الباقي. دي كده القرنبيط بتاعنا
عايزكم تسمعوا الصوت بتاعه، حاجة يعني من الآخر، وهيفضل كريسبي معاكي على طول حتى لما يبرد. تمام، نيجي بقى نقدمه في طبق التقديم. هنجيب حبة طماطم نعملها وردة، لو حبيت اعملها قدامكم نقطع حتة هنا تحت، بعد كده نمشي كده نمشي بيها للاخر لحد ما تطلع معانا وردة. هناخد دي نلفها كده بالشكل ده، احطها هنا على الطبق زي ما احنا شايفين كده. يتقدم بالطريقة دي، يتاكل مع كاتشب، يتاكل مع صوص، يتاكل مع اي حاجة بقى تحبيها. كده زي ما احنا شايفين هيتقدم بالطريقة دي او طريقة التقديم زي ما تحبي بقى.